السلام عليكم كبيدات، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ نتمنى ان شاء الله تكونوا بخير وعلى خير. لقاكم هذا الفيديو وانتم فرحانين وناشطين وفي احسن الاحوال. اليوم الغزالات ديالي غنشارك معكم واحد الروتين مرون شي شويه، روتين عادي في متناول الجميع، وقلت نشاركه مع البنات. بغيت نصبغ شعري. بانوا لي شي صغيبات هنايا، انا الاكثريه هنايا كيبان لي البنات هنا. لا كيبان لكم ها نتوما. شي صغيبات هنا، شعري كامل كحل، ما فيه حتى شي شعره بيضاء غير هاد البارتي هادي في الجناب هنايا صافي. وجات هنايا يعني جات هنايا باينه. المهم البنات، انا دائما كندير هاد الصباغه هادي صراحه زوينه فاتيكا. اللي ما عندهاش هاد النوع هذا دير رويال هي كنديرها زوينه صراحه. وكاين البنات اللي ما متقبلينهاش ما كيديروش، كتقول لك كطيح ليا الشعر ديالي هذه. صراحه انا كنديرها سنين هادو، انا كنديرها بهالطريقه اللي دائما كنشارك معكم نفس الطريقه. راها زوينه وفعاله بالنسبه لي انا كتجربتي الشخصيه. كنديرها هكا الشعر كيخرج سواد الليل اللي واخد القرار ان الشعر ديالها يبقى كحل. المهم البنات اللي كيعجبهم الشعر ديالهم كحل فانا دائما كنديرها. ما نقولش لكم البنات على الوين كتعطيني رائع، ولكن انا اصلا شعري كحل. وهنايا غنتفكر واحد الحاجه قبل ما ندوزو للوصفه. واحد المتتبعه كتبات لي: فاتي ما تصوريش اختي في الطواليت، ما تهضريش في الطواليت. لا الحبيبه ديالي راكي غالطه، انا ما كنت ما كنهضرش في الطواليت وماشي داخل الطواليت. فهانتوما هذا الباب هذا اللي كيبان لكم هذا راه دوش وطواليت، وانا هنايا خارجه. يعني هاد البلاصه هادي فيها غير مرايه ولافابو صافي. البنات فين كنحك سنيناتي، فين كندير مكياجي، فين كنغسلو يدياتنا، فين كنغسلو وجهاتنا، وفين كنهضر معكم وكنصور معكم الروتينات ديالي. هادشي اللي كاين الحبيبه ديالي، فانا ما كنهضرش في الطواليت. وشكرا ليك على التعليق ديالك على هاد الملاحظه هذه. شكرا الحبيبه ديالي اللي خطيك. وندوزو للمكونات ديال الوصفه. ديال اول حاجه غادي ندير الصباغه ديال الشعر. بالنسبه للبنات اللي ما كيتقبلوش هذه او كطيح ليهم الشعر ديالهم او ما جاتش معاهم، فالاكم واسع النظر. حتى شي وحده تقول لي لا هذيك خايبه، لا ما كطيح الشعر لا شي حاجه. المهم انا اختي كتجي معايا وسنين وانا كنديرها، واختي معتمده عندي وما كدير لي حتى شي حاجه، والحمد لله. ملي كنشوف شعري ماشي هو هذاك اختي، الوصفات والبروتينات والتشقيقات واختي ماشي تخلي شعرك من الماء حتى الماء ومن نهار اللي ديريها طيح لك شعرك. راه اي البنات نقول لكم واحد النقطه، راه اي صباغه للشعر مضره بالشعر. انا نجيكم من الاخر، اي صباغه كيميائيه راه مضره بالشعر من غير الصباغات الطبيعيه. والصباغه الطبيعيه اللي غتخرج لك اختي الشعر كحل كيولول ولا دوك الالوان اللي كتبغي، وراه مستحيل هادوك. الوصفه الطبيعيه خصك سنين وانت كديري في ديك الوصفه وما تبدليش اللون ديالها. يعني مثلا وصفه طبيعيه بغيتي ديريها مثلا بالتشقيقه وبالتكاوت، يعني كاين اللي كيبغي الشعر ديالو كحل وكتقول لك انا مي او جده راه مولفه كدير غير تكاوت الشعر ديالها كحل كيولول وشعرها زوين وشعرها هادي. ولكن اختي هذيك راها مداومه عليها سنين، هذه ماشي هي شعرها احمر ولا بني ولا زعر وتجي دير لي الوصفه ديال التكاوت وتقول لا ما خرجش ليا الوصفه. بغيتي شعرك انه يكون مثلا ذهبي او شعرك زعر، راه ماشي من اول استعمال غادي تخلطي لي اختي نيسكافي والملح ديال البيضه وتقولي لي راه شعري ولا بحال هكا. ما يكذبوش عليكم البنات، راه كيداوموا عليه مده ديال سنين حتى كتولي الشعره كتلون من بعد سنين ديال او من بعد الخلطات المتعدده. يعني هذيك الخلطه كيبقاو يديروها لمده سنين وهما مداومين عليها حتى الزغبه ديالهم كتلون بهذاك اللون اللي كدير فيه ديك الوصفه. فسمحوا لي الا قلت لكم هذه النقطه هذه، ولكن هذا هو الواقع. بغيتي اختي شعرك يولي كحل، شنو ديري ليه نهائيا؟ كاين صبغات، كاين انواع ديال الصبايغ زوينين طالعين، يعني زايدين في الثمن، وكل وحده وعلى قدر الجهد ديالها. هذا مكان الغزالات ديالي. بالنسبه اللي كيطيح لهم شعرهم، راه حيت شعرك اختي نتيا خصك تعالجيه، راه غير من الماء وشامبان. الماء وشامبان راه طبيعي انه يطيح لك حتى بلا صباغه، عادي جدا.
وسمحوا لي على هذه المقدمه. فانا دابا غادي ندوز نخلط الوصفه ديالي. اول حاجه اختي هو الياغورت. اول حاجه البنات قبل ما ديري شي صباغه، فالنصيحه ديالي باش ما تجخلطيش اختي هنايا، وبالاخص الا كانت عندك شي مناسبه في نفس النهار او الغد ليه وتبقى لك اختي ديك الصباغه هنا مطاشيه لك في الجبهه ديالك او في ودنيك او في شي حاجه، ديك التجخليطه وداك التبرقيع وداك الشوهه تمي غادا بها شي مناسبه او وسط العائله، فما كايناش الا درتي هاد الطريقه هذه اللي انا غادي نوريك. اول حاجه البنات بالنسبه للوصفه ديالنا ديال الصباغ غادي نحتاجوا ليها ياغورت طبيعي بدون سكر. انا بالنسبه ليا شعري كتير وشعري شويه طويل، فانا غادي نحتاج ليها جوج ديال الكيسان ديال الياغورت الطبيعيه البنات. جوج كيسان. غادي نديرهم هنايا. هانتوما البنات انا دايره الكاس الاول وغادي ندير الكاس الثاني. الكاس الثاني ما غاديش نكملو كامل، غادي نخلي فيه تقريبا هانتوما البنات تقريبا واحد المعلقه كبيره ديال الياغورت الطبيعي، القياس اللي غادي يكفي ليا الوجه ديالي. هانتوما البنات بغيتي ديريه بوحديتو ديريه. عندك شويه ديال الحليب مجفف، ديري معلقه ديال الحليب مجفف وخلطيها مزيان اختي ودوزيها على كماسك لوجهك لودنيك المورا ديال ودنيك هنايا لهاد البلايص كاملين اللي غادي ممكن يتقاس فيهم الصباغه، يتقاس لك يعني تقيسيهم بالصباغه من شعرك او يقيسهم الشعر ديالك. هنايا البنات كاملين هنايا ما تقيسيش غير الشعر، يعني كاع البلاصه اللي فيها البشره عريانه. صافي البنات بالنسبه ليا الا ما عندك حتى ما عندكش الحليب المجفف، ما عندكش هاد الخلطه اللي انا غادي ندير، فممكن ديري خلي غير شويه ديال الياغورت طبيعي من هذاك الشيء اللي نتيا غادي ديريه لشعرك بحال هذا الشكل هذا، وديريه هو الاول الوجه ديالك. صافي البنات غادي يحمي لك البشره ديالك من باش ما تشدش فيها ديك الصباغه وما يبقى فيها حتى شي طاشه، باش ملي تغسلي اختي شعرك هكا الجلده ما فيهاش لا طراس نهائيا. لبسي اختي حوايجك وسيري خرجي وسيري تعرطي وحتى شي حاجه ما تكون فيك، ما تكونش فيك داك التجخليطه ويلي اختي على شي شوهه. بالنسبه لي انا البنات عندي هنايا هاد الخلطه هذه اللي دائما كنشاركها معكم، فيها الحمص مطحون، فيها الروز مطحون، فيها الشوفان مطحون، وفيها الحليب مجفف مخلطه. كلشي ممكن تزيدوا حتى النشا الذره. كتخلطي كلشي كديري نصف الكميه ديال كل حاجه، مثلا جوج معالق من الحاجه كديرهم شي قرعه ولا نص كاس وكديرهم شي قرعه. كتخلطي كلشي غبريها فين ما تحتاجي اختي. ديري ماسك اختي، هذه راه واعره البنات، وجدوها في الصيف هذا، راه معتبره للحروق ديال الشمس وديك التصبغات ديال الشمس، وكتجي من البحر اختي كتجي مشوطه. هاد الوصفه هذه غزاله، جبديها بحال هكا. غادي نحتاجو بالنسبه لهاد شويه ديال الياغورت اللي خليت هنايا، غادي ندير معاه واحد المعلقه كبيره بحال هاد الشكل هكا، وغادي نخلط اول حاجه نخلط الوصفه هكا مزيان. هانتوما البنات صافي، وغادي ندير الوصفه على وجهي هو الاول، عاد ندوز للمرحله ديال الصباغ. هانتوما البنات صافي غادي ندير هكا انا داكشي باش لابسه انا هاد اللبسه هكا كحله، هادي مخليها غير للصباغه ملي كنبغي ندير شي جخليطه نيت. هانتوما البنات دوزيها لمور عنقك هنايا لودنيك حيت كيتقاسوا بالشعر. صدقوني يا البنات ملي كديروا هاد الماسك عاد كديروا الصباغه فما كيتصبغ لكم حتى شي حاجه، قسما بالله هي كتبقى البشره ديالكم صافيه ما فيها والو. ملي نتوما البنات بالنسبه للعنق حتى هو كندير هنا، كندير كاع البلايص اللي نتوما بالنسبه للودنيه حتى الودنين ديال كاملين دهنيهم البنات من اللور ومن كل شيء باش ما يتقاش لكم وديناتكم. صافي البنات راه ما كيتقاس حتى شي حاجه نهائيا. صافي وفي نفس الوقت كضربي عصفورين بحجر، راه الوصفه زوينه. بالنسبه للوصفه البنات هانتوما انا درت دانون مسوس او ياغورت طبيعي، درت جوج ساشيات ديال الصباغه، وغادي ندير ديروا معلقه ديال الزيت يا اما
زيت الكوك يا اما زيت هاد فاتيكا واعر البنات، وسبق لي وشاركته معاكم واعر. تقدروا ديروا معلقه، ضروري البنات ديروا شي معلقه زيت اللوز، زيت الزيتون، اي زيت متوفر عندكم خاص بالشعر ديروها البنات، راه زوين هاد الزيت هذا باش كتحمي البشره، كتحمي الشعر ديالك من الجفاف. وكديروا البنات ساشيه ديال ويلا ولا عندكم شي نوع ديال البلسم للشعر ديالكم ديروه. بالنسبه لي انا متوفر عندي هذا اللي سبق لي وشاركته معكم كماسك، انا غادي ندير منه هكايا معلقه عامره. هذا زوينه البنات، حتى هو بلسم، حتى هو كيرطب الشعر وزوين وكيهدن الزغبه من داك التشناف وداكشي، كيرطب راه سبق لي وشاركته معكم كماسك والطريقه ديالو. بالنسبه اللي ما متوفرش عندها هادشي، ديري اختي معلقه ديال شامبوان صافي البنات. اي شامبوان كتستعملي الشعر ديالك ديري واحد المعلقه كبيره حتى 2 معلقات على حساب الشعر ديالك. والنصيحه ديالي البنات علاش ديري شامبوان، باش صافي راه ملي غادي تهبطي الشعر ديالك وغادي تغسليه من الصباغه راه ما غديريش من موراه شامبوان، ما غاديش نهائيا. من الاحسن باش كتبقى الصباغه شاده لك في الشعر ديالك. هذه هي الخلطه الصحيحه البنات الا بغيتوا ديروا الصباغه هذا النوع هذا ديروا الشعر ديالكم وصافي البنات. بالنسبه للصباغه راه هذه هي الطريقه ديالها هكا. انا دابا غادي نشط شعري، ضروري ندير شي ليغات ولا شي بلاستيكات ليديا، وغادي نابليكيها على الشعر ديالي كامل، وغادي نخليها تقريبا حتى نصف ساعه هكا. كنخليها تنحس بها انها شدات مزيان، وتقدري تخليها حتى ساعه الا ربع، راه ما تخافيش منها نهائيا وصافي. وغادي نخليها حتى يعني كتشد الشعر ديالي مزيان. نمشي نقضي شغلي وغادي نغسلها من بعد غير بالماء صافي. هذه هي الصباغه اللي كنديرها البنات وصافي. هذه هي الطريقه. واش نقول لكم البنات، راه كتجي هذه سواد الليل البنات، سواد الليل. هانتوما واعره فنه وتقدري ديري اي نوع، راه كاينه البنيه وكاين اي نوع، ولكن كتبقاي غاده في نفس اللون ديال الشعر ديالك. ما تبقايش اختي تلعبي في الالوان. الا واخده القرار ان شعرك يبقى اكحل يبقى اسود، ديري اختي تبعي الاكحل. الا كنتي بغيتي يبقى زعر تبعي الازعر، بغيتي اختي الاحمر تبعي الاحمر. المهم اختي ما تبقاش تخلطي الالوان. هاد راه حيت ديك الزغبات عندك غادي يحماقوا. ايوا صافي البنات، انا دابا غادي نطبقها على الشعر ديالي. وهذا ما كان كما قلت لكم البنات، الا ما عندكمش مثلا شي بلسم للشعر، ما عندكمش هذا الماسك هذا، ما عندكم شي حاجه، ديري يا اما ساشيه ديال ويلا هذيك اللي كتباع بالهرمونز، ولا ديري شامبوان عادي اللي كتغسلي به الشعر ديالك صافي البنات. وكنخلطوا الوصفه. بالنسبه ليا انا كندير الوصفه الراسي، غادي ندير شي ميكا على يديا ولا شي بلاستيك، ندير ليغات على يديا، غادي نمشط الشعر ديالي نفرقو من النص. بالنسبه لي انا كتساعدني، عندي المرايه هنا كبيره كتساعدني، وكنشوف القفه ديالي وكندير خصله بخصله. هادشي اللي كاين. وغادي نجمع الشعر ديالي، غادي نديرو في سلوفان، غادي ندير بلاستيكه وندير دريره بحال هاد الشكل هكا، غادي نخليها واحد الساعه وصافي البنات. وعاد كندخل نغسل، كنمشي نقضي الاشغال ديالي واحد الساعه الا ربع هكاك تقريبا، واحد 45 دقيقه وصافي. وكنمشي كنغسل عادي جدا. كنهبط، كنخلي الماسك على وجهي بحال هذا الشكل هكا، كنهبط الشعر ديالي للامام، كنغسلو مزيان 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 بالماء فقط. ما ديروش الصباغه، ما ديروش من موراه شامبوان، راه اصلا راه حنا درنا نهائيا غسلي غير بالماء صافي. خلي شامبوان البنات حتى المره اخرى، دوزي واحد 3 ايام ولا هكاك عاد غسلي الشعر ديالك بشامبوان عادي تتحسي الشعر ديالك توسخ صافي البنات. غوصليه غير بلي ما عطيه الماء مزيان ومشطيه ونقيه مزيان من الصباغه، تتحسي بانه صافي تنقى صافي. وجمعيه غير عندك ديري شي فوطه بيضاء الا كنتي دايره اختي الصباغه لشعرك. المهم البنات صافي وكملي الغسيل ديالك عادي. هذا هو الروتين ديالي دائما الا بغيت ندير الصباغه ديال شعري. سبق لي وشاركته معكم صراحه. هادشي اللي كاين، هذا ما كان في هذا الروتين هذا. كنتمنى الروتين ديال اليوم كان خفيف ظريف، استفدنا مع بعضياتنا، استفدتوا بالنسبه للماسك شنو الدور ديالو، شنو الهدف ديال هذا الماسك هذا، علاش درتو هكايا وعلاش
درت هاد الطبيخه هذه، يعني المعلومه اللي ما عارفهاش يعرفها. وبالنسبه للطريقه ديال الصباغه راه سبق لي شاركتها معكم، عاود شاركتها معكم اللي يكون متتبعات جداد راح يتجاو متتبعات جداد، فمرحبا بكم والف مرحبا. حتى هما كانوا باقي ما شافوش الفيديوهات السابقه، فانا شاركت معكم الصباغه اللي كندير او الصباغه اللي الطريقه ديالها كيفاش كندير ليها. بالنسبه للنوع ديال الصباغه فلكم واسع النظر، ديروا اي نوع بغيتو. وبالنسبه للبنات اللي كيقولوا لي هذه خايبه، هذه كتطيح الشعر، هذه فلكم واسع النظر اختي. انا كما قلت لكم في الاول ديال الفيديو، انا هذه هي اللي ولفه كنديرها سنين هذيك، وكانت دارت لي شي مشكل كنت غنتوقف منها، ماشي مشكل، كنخسروا الفلوس حوايج غلا. المهم البنات، كنتمنى ان الروتين ديال اليوم ينال الاعجاب ديالكم. ما تنساوش خصكم فاتيهم واحد اللايك، اشترك اختي بالقناه باش ان شاء الله يوصلك كل جديد، بارطاجي الوصفه مع صاحبتك ومع اعز الناس عندك. شكرا لكم على المشاهده ديالكم، ومرحبا بكم والف مرحبا. ديري اختي فعلي الجرس باش ان شاء الله يوصلك كل جديد. اي حاجه حطيتها فاتي شوفي انت الاولى ومن الاوائل استفدي منها. شكرا لكم، كنموت عليكم انا، نهاركم مبروك، خليت لكم الراحه.